أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. طالب العلم يبحث عن طريق الموفقية. دائما الإنسان لما يبدأ بدروس الحوزوية يريد أن ينتخب أحسن طريق حتى يصل إلى النتيجة. بالنهاية كلنا لما بدأنا بالدروس وأخذنا هذه الحرفة نيتنا الخدمة للدين. الإنسان إذا انتخب الطريق الصحيح، الطريق الذي سلكوه العلماء السابقين وصوروا لنا هذا الطريق، أهل البيت روحي لهم الفداء، إذا سلك هالطريق سيصبح إنسانا موفقا في تحصيله. الإنسان لابد أن يدقق في أموره، في حركته، في سلوكه، في درسه، حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه في هذا الطريق، في طريق التحصيل. قلنا لكم في بدء الأمر طالب العلم لابد أن ينتبه إن للعلم مقاما رفيعا، يعني للعلم أهمية خاصة. القرآن الكريم وأهل البيت ورسول الأعظم صلوات الله عليهم أجمعين أشاروا إلى هذا الأمر، أن العلم مهم. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. أكو طريق لابد أن طالب العلم ينتبه لهذا الطريق حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه. وأحد الأمور التي لابد أن طالب العلم يدقق فيه هو مسألة الأستاذ. نفس الأستاذ يؤثر في الطالب، إلقاء الأستاذ يؤثر في الطالب. ولذا نرى لما يسألون الأئمة روحي لهم الفداء، الأئمة يرشدوهم إلى بعض الأشخاص، لم يقولوا ارجعوا إلى رواة الأحاديث، لا. قلت للرضا عليه السلام، علي بن المسيب الهمداني يقول: قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القومي المأمون على الدين والدنيا. شوف، انتبه لهذه الكلمة، لابد أن يكون الأستاذ مأمونا على الدين والدنيا. وأيضا أمير الكون علي بن أبي طالب: تعلموا ممن علم فعمل. الأستاذ لابد أن يكون عاملا بعلومه. أكو واحد يدرس تراه أنه لا يعمل بعلمه، يقول شيئا وعمله غير، هذا لا يفيد أن يكون أستاذا لك. لابد أن يكون مأمون على الدين والدنيا، لابد أن يكون ممن علم فعمل. إمام الباقر روحي له الفداء زيد الشحام عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه ممن يأخذه. لابد أن طالب العلم يدقق في أستاذه، لأن الأستاذ يؤثر في طالب العلم، في سلوكه، في حركته، في كلامه، في تقواه، في دينه، يؤثر بالنهاية. هذا الحجر لما تشوفوها تصبون عليها
ماء لا يؤثر، ولكن إذا قطرات بالاستمرار أصابت على هذه الحجر ستجدون في المستقبل حفر على هذه الحجرة. والإنسان هكذا، ربما جلست الأولى، جلست الثانية، جلست الثالثة، وجلسات لا يؤثر الأستاذ، ولكن يصل النوبة إلى أن طالب العلم يصبح كأستاذه في سلوكه، في حركته، في كلامه، في تقواه، في علمه. لا بد لطالب العلم أن يدقق في انتخاب أستاذه. عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن شيء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسد، يعني أبا بصير. إمام الصادق لا يقول اسأل عمن حضر في درسي أو محاضرتي أو جلستي، لا يقول هذا، ينتخب أشخاص، لأن الأستاذ يؤثر في طالب العلم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم. العلم هو الدين، شوف ممن تأخذ هذا الدين، لابد أن يكون أهلا. شوف في أيام حياتنا إحنا نرى أن بعض الأشخاص منحرفين، لما تدقق في سبب انحرافه تصل إلى هذه النتيجة أنه أستاذه كان منحرفا. هذا هواية مهم. تشوفه ما يهتم بالولاء، لا ترى نور في وجهه. لماذا؟ لما تبحث، لما تسأل، لما تدقق، يشوف أنه السبب هو أستاذه. ولذا في انتخاب الأستاذ لابد أن ندقق في الأمر. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم دين والصلاة دين فانظروا ممن تأخذون هذا العلم وكيف تصلون فإنكم تساءلون يوم القيامة. يوم القيامة يسألون عنكم، من أخذتم؟ من بني أمية؟ من بني العباس؟ من شخص الذي منحرف كل يوم يتكلم بكلمات خارجة عن نصائح أهل البيت، عن كلمات أهل البيت، عن أحاديث أهل البيت، من هذا تأخذ؟ يوم القيامة يسألون عنك. احنا هالقد اعطيناك مجال في الدنيا ووفرنا لك النعمات الإلهية، لماذا ذهبت إلى هذا الطريق وتابعت هذا الشخص؟ أشخاص مؤمنين متدينين نصحوك، لماذا لم تؤثر هذه النصيحة فيك؟ لماذا لم تقبل هذه النصيحة من هؤلاء المؤمنين العلماء الذين هم فخر التشيع في التاريخ؟ ينصحوك، يعطوك طريقة لانتخاب الأستاذ، ليش تخالف هذه الطريقة؟ ولذا الأستاذ في كمال طالب العلم مؤثر. طالب العلم إذا يريد يصل إلى الكمال لابد أن يتابع أستاذا مؤمنا متدينا عالما ولائيا خالصا لأهل البيت، روحي لهم الفداء، الله يوفقه، يأخذ بيده. لا تقعدوا إلا إلى عالم يدعوكم من 3 إلى 3. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الكبر إلى التواضع، ومن المداهنة إلى المناصحة، ومن الجهل إلى العلم. شوف هذا أستاذك يرشدك لهذا الأمر، من الجهالة يرشدك إلى العلم، من المداهنة يرشدك إلى المناصحة، من الكبر يرشدك إلى التواضع أم لا؟ هذا ميزان الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتوفيق الإنسان، خصوصا طالب العلم. الميزان القرآن، الميزان رسول الأعظم، الميزان أهل البيت، روحي لهم الفداء. هذا هو الميزان. إذا تريد تتوفق، الله يعطيك درجة عالية تخدم الدين، لابد أن تتابع رسول الله، تتابع أهل البيت، تعمل بما يقول لك القرآن.
هذا هو الذي يكون لك حجة بالغة حتى الله يوفقك. إن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.